السلام عليكم. لو عندك لفة جلاش محتارة تحشيها ايه، ما عندكش لحمة مفرومة، النهاردة هنعملها بمكونات سهلة بسيطة اقتصادية جدا جدا، يعني ببواقي كده تلاجة، وكمان هنضيف عليها الجبنة القريش البطل بتاعنا النهاردة. فيلا بينا كده نسمي بسم الله ونحضر مع بعض احلى لفة جلاش مورق. يلا بينا نخش الفيديو على طول. اول حاجة كده جبت لفة الجلاش بتاعتي، وجبت الصينيه بتاعتي دهنتها كويس كده بالسمنه، وهناخد كل 2 من الرقات الرجلاش، يعني كل رقتين كده وهناخدهم بالشكل ده. فانا عندي كانت الصينيه صغيره فتنتها، مفيش اي مشكله، ما تخافيش هتورق معانا. وعندي كده نص كوبايه من السمنه سيحتها كده حاجه بسيطه، ما سخنتهاش، فكيتها بس حاجه كده بسيطه على النار. تمام. هاخد بقى لفه الجلاش وهقسمها على نصين، هاخد النص الاولاني هحطه من تحت كده وكل رقين، وبعد كده ادهن بالفرشة بالشكل ده. فمعلش يا جماعة ابني كان بيحب يساعدني. تعالوا بقى نشوف هنحشيها ايه. جبت كده فلفل الوان، فلفل رومي الوان، وقطعتها مكعبات بالشكل ده. وجبت كده حوالي طماطميتين كده كبار، بس شلت اللحم اللي جواهم وقطعتهم برضو مكعبات بالشكل ده. تمام. شايفين الصغنن بتاعي بيساعدني ازاي؟ تعالوا بقى نمليها كده من الجبنة القريش. صدقيني طعمها خطيرة وتجنن وطعمها حلوة جدا. عايزة تحطي اي مكونات عندك في التلاجة مفيش اي مشكلة خالص، بس صدقيني جميلة جدا وحلوة، وكمان على قد الايد خالص. تعالي بقى نحط لفة الجلاش البقية، اللي هي نص لفة الجلاش هنحطها كده من فوق، وهنضيف برضو كل 2 من لفة الجلاش وتدهن بالشكل ده. يعني هتحطي كل رقين وما تخافيش خالص هتورق معاكي، ودول كان اخر رقين كده اهوت وتنيتهم كده من تحت. اخر حاجة بندهنهم بقى كويس جدا، بنشبعها كده من السمنة من فوق. بالمناسبة هي ما خدتش كمية السمنة كلها. واهم حاجة قبل ما ندخلها الفرن لازم نقطعها بالشكل ده. معايا كده نص كوباية من اللبن محضراها، وبنضيف عليها كمان رشة بسيطة من الملح. نص كوباية من اللبن ورشة بسيطة من الملح. هوزعها على لفة الجلاش كويس جدا. هحاول كده امسك الصينية وادورها ما بين ايديا كده عشان احس ان كل لفة الجلاش خدت من نسبة اللبن كويس. بتخش الفرن سابق التسخين على درجة حرارة 180، واول ما تحسي ان هي كده استوت من تحت ومن الجناب بنولع عليها الشواية مع المتابعة، فبتاخد لون لطيف حلو كده. يلا يا عسل يا قمر، ما تنسيش تعملي لايك لاختك وتشجعيني كده وتعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. شايفين ما شاء الله واخده لون حلو من فوق ومن تحت ومورقة معايا ما شاء الله. يلا جربيها وان شاء الله تعجبك. مع السلامة.